السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان تبارك الله عليكم، نتمنوا تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتحياتي للجميع وتحياتي للناس العزاز. وبالنسبة للناس اللي مازال ما تابونوا عندنا في القناة، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودمتم دائما سالمين وآمنين. على العموم الإخوان، الموضوع ديالنا اللي غادي نتكلموا عليه من بعد هاد الضجة اللي وقع ما بين المغرب والجزائر، كيف ما كنلاحظ ان الاغلبيه ديال داك العقول الضعيفه اللي دائما كيلتجئون واحد القنوات اللي هي قنوات ماسونيه وقنوات ملحده. يعني كاين بعض الاعلاميين لا من طرف الجزائر ولا من طرف المغرب، فكنلاحظوا ان هاد الناس هادو صراحه كيبغيو يخلطوا الاوراق وكيبغيو يخلطوا شي مع شي. ملي كنلقى مثلا شي موضوع بعض الجزائريين كيتكلموا على المغاربه بواحد الحقد وبواحد الكراهيه، وملي كنلقى بعض الاعلاميين المغاربه اللي كيتكلموا على الجزائريين كذلك بواحد الحقد وبواحد الكراهيه، كنبقى نتسائل مع راسي واش هاد الناس هادو منا وهادوك الناس واش منهم. الا جينا نقارنوا ما بين المغرب والجزائر، فاحنا الحمد لله يعني خوت خاوه وكره من كره واحب من احب. يعني كتجمعنا ثقافه وحده، كتجمعنا لغه وحده، كيجمعنا دين واحد، كتجمعنا يعني رايه واحده، رايه اسلاميه لا اله الا الله محمد رسول الله. ومع العلم ان هاد الناس هادو ما عرفش شنو الرساله اللي بغاو يوصلوا لنا حنا كشعب المغربي، وكذلك مع العلم الاعلام ديال الجزائر شنو هما الرساله اللي بغاو يوصلوها للشعب الجزائري. اليوم ما جيناش نتكلموا على الكره، وما جيناش نتكلموا على الافتتاح ديال الشهر، وما جيناش نتكلموا على الافتتاح ديال كاس الانديه. اليوم جينا نتكلموا على المعقول، على الصح الصحيح، على شي حاجه اللي خصنا نتكلموا عليها، حيت بزاف ديال الناس ما كنشوفهمش انهم ما كنلاحظوش انهم كيتكلموا على هذه الامور هذه. الناس دائما ماشيه غير مع الموجه، الناس دائما كتمشي غير مع واحد الحويجات اللي هما سلبيين. ولكن حنا اليوم جينا بهذا الفيديو هذا باش نمشيو مع واحد الحاجه اللي هي سميتها الايجابيات. عطيونا شي حاجه من الخلاصه ديال هذا الشيء هذا اللي كتناقشوا خلاصه هذا الحقد وهذه الكراهيه اللي كتنشروها ما بين الشعب المغربي وما بين الشعب الجزائري. انا كنتسائل مع راسي في ليلا ونهارا، مساء وصباحا، في كل ساعه، في كل وقت، في كل دقيقه، في كل ثانيه، كنتسائل مع نفسي كيفاش هاد الناس هادو اللي كيعملوا هذا التحريض هذا بحد ذاته هذه فتنه. الفتنه اشد من القتل عباد الله. ما فهمتش انا هاد الناس هادو كيفاش التفكير ديالهم، شنو المستوى ديالهم، مستوى ضعيف جدا. كثير من الاعلاميين ما غاديش نذكروا الاسماء ديالهم، وكثير من القنوات ما غاديش نذكروا الاسماء ديالهم، وكثير من المسؤولين طبعا ما غاديش نذكروا الاسماء ديالهم، ولا داعي للذكر اننا نطلعوا لهم الشان لمن لا شان له. اليوم جينا نتكلموا على الواقع اللي كنعيشوه حاليا الاخوان، هو اننا حنا بين قاب قوسين. يعني بحال عملوا الشعب المغربي في الوسط، وداروا الشعب الجزائري في الوسط، وبداو كينهبوا في الخيرات وفي الارزاق ديالو. راه قبل ما تدوي نتا مثلا على الجزائر شنو دارت وشنو عملت وشنو فعلت، دوي على راسك شكون انت، دوي على هذا الغلاء اللي كاين، دوي على هذه الاسعار اللي طالعه اليوم، دوي على يد العامله الرخيصه، دوي على التبرج، دوي على الفساد اللي كتعيشو انت داخل الوطن ديالك. وكذلك بالنسبه للاعلام الجزائري، فعوض انكم غادي تبقاو تتكلموا مثلا على واحد الدوله اللي هي الجاره ديالكم اللي المغرب، فتكلموا على الهشاشه اللي عندكم في البلاد، تكلموا على البطاله، تكلموا على الفقر، تكلموا على المجاعه، تكلموا على نهب الاموال الفاسدين اللي كيفسدوا في داك البلاد، تكلموا على التبرج، تكلموا على الفساد ديالكم اللي كتعيشوا داخل الجزائر. قبل ما نتكلموا على الناس نشوفوا راسنا حنا شكون، نتكلموا على راسنا حنا اول حاجه، ومن بعد ملي نتكلموا على راسنا ونشوفوا راسنا اننا حنا صالحين، وهذيك الساعات ممكن اننا نصلحوا، ممكن اننا نتكلموا على ناس اخرين. حاول تتكلم على راسك، حاول تتكلم على هاد المطيشه اللي واصله لك حتى العظم، حاول تتكلم على هاد البصله والبطاطا والخضروات وجميع الفواكه والاسماك، حاول تتكلم على الاموال اللي كينهبوها هاد المسؤولين، حاول تتكلم على هاد الاشياء اللي هي مهمه، اللي هي حق مشروعه انك تتكلم فيها وتعبر فيها. ولكن حنا دائما كنتكلموا غير على شنو دارت الجزائر، او الاعلام الجزائري شنو دار المغرب، نتكلموا على راسنا واحد شويه. ولكن للاسف راه المشكل ماشي في هذوك الاعلاميين، للاسف راه ماشي المشكل في المسؤولين، للاسف ماشي المشكل في ديك الناس اللي عندهم القنوات. الغرض ديالهم كامل هو انهم
يوصلوا لواحد الربح مادي. المشكل راه كاينه فينا حنا، المشكل كاينه في داك العقول الضعيفه، المشكل كاينه في داك الناس المراهقين، المشكل كاينه في داك الناس اللي كتلقاهم في اغلب المواقع التواصل الاجتماعي ما خدام ما دام، عطيها غير البطاله، قتلوا الجوع، كتلقاه يعني ما عنده ما يدار داخل مواقع التواصل الاجتماعي، سب فيا سب فيك، عاير فيا نعاير فيك، شتم فيا نشتم فيك. ولكن المستفيد من هذا السب والمستفيد من هذا الشتم والمستفيد من هذا الشيء كامل طبعا هي الحكومه المغربيه وطبعا هي الحكومه الجزائريه، لان المسؤولين ملي كيشوفوا الشعب واكل بعضه، وملي كيشوفوا الشعب كيحقد على بعضه، وملي كيشوفوا الشعب الجزائري والشعب المغربي نايضه بيناتهم، هما عاد كيرتاحوا وعاد كيعجبهم الحال وعاد كيقولوا لقد وصلنا الى مبتغانا. يعني عاد ديك الساعات كيقول لك اودي حنا راه وصلنا لواحد الانجاز. واش هذا هو الانجاز اللي غنوصلوا ليه؟ واش هذا هو الانجاز اللي حققنا في حياتنا؟ هو اننا نسبوا بعضنا، هو اننا نحقدوا على بعضنا، هو اننا نكرهوا بعضنا ونربيو داك الحقد والكراهيه الاطفال اللي مازالين طالعين حاليا، اللي هما في واحد السن اللي خصنا نعلموهم معنى الجوره، خصنا نعلموهم معنى الاخوه، خصنا نعلموهم معنى شنو هو الدين الاسلامي، كيفاش خصك تتعامل مع اخوك ومع جارك. ولكن للاسف حنا كنعلموهم الحقد والكراهيه. فهنيئا للدوله الجزائريه وهنيئا ايضا للدوله المغربيه على هذا الانجاز التاريخي الذي تقدموه لهؤلاء الشباب، انكم كتعلموهم الحقد والكراهيه. والمشكل هو انه ملي كيطلع لك شي فيديو في اليوتيوب او شي اعلامي كيتكلم، كتلقاه داير لك واحد العنوان ما شاء الله، اجي تسمع اش قالت الجزائر على المغرب، او اجي تسمع اش قالت المغرب على الجزائر. ولكن للاسف الله سبحانه وتعالى عطانا واحد العقل اللي كنفكروا به، ولكن حنا خدينا داك العقل ودرناه في المؤخره ديالنا. فمن هنا ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم والسلام عليكم.